أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم مصطلح الأسبوع. مصطلحنا لهذا الأسبوع هو مصطلح الاقتصاد. الاقتصاد هو مجال عيش المجتمع، وهو تأمين الاحتياجات المادية اللازمة والتي لا يمكن للمجتمع ولا للفرد أن يستمر بدونها. إن وجود الإنسان ككائن حي يعتمد على سبل العيش، وهذا هو أيضا مجال الاقتصاد. والاقتصاد هو نشاط التعبير المؤسساتي، وهو السبيل لتلبية هذه الاحتياجات، وعليه يقوم الرهبان العصريون في عصر الحداثة الرأسمالية بأضعاف ما فعله الكهنة في العصر السومري من شرعنة لنظامهم عبر الميثولوجيا ب1000 مرة. لذا من بالغ الأهمية تعريف الاقتصاد بشكل صحيح من حيث وظيفته الحقيقية، ورؤية المنافع للسلطة وللقوى الكائنة خارج المجتمع تحت اسم الاقتصاد السياسي. فلقد تم إنتاج كل شيء وتطويره باسم العلوم الاقتصادية والسياسة الاقتصادية، وقد نشأ وتطور في هذا المجال كل أنواع الفساد والفجور والسرقة. لا يقوم المجتمع بدون أسباب العيش من مأمن ومأكل، ولا يقوم بدون اقتصاد الذي يعبر عن نشاط تلبية الحاجات المادية اللازمة للمجتمع. ومع ذلك فإن العلوم الاقتصادية والسياسة الاقتصادية لا تقوم على تلبية الاحتياجات المادية اللازمة للمجتمع، بل تقوم على سرقة إنتاجاته المادية. فالرأسمالية لا تخضع لأي معايير أخلاقية أو قانونية في هذا الشأن، كونها شكل من أشكال النظام الاستقلالي، فهي تمثل الاعتداء الأكبر على الطبيعة والمجتمع، وتعمل على استهلاك واستنزاف خيرات الطبيعة وكدح المجتمع. ويسلط القائد عبد الله أوجلان في مرافعته القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية وفي قسم الإطار الاصطلاحي والنظري الضوء على مصطلح الاقتصاد كالتالي: من عظيم الأهمية صياغة تعريف واضح الملامح والحدود بشأن الاقتصاد، فللليبرالية التي تجعل تعريف الاقتصاد بلا جدوى عن طريق اختزالها كل شيء إلى الاقتصاد، إنما تنظر إلى كل ظاهرة مناقضة للاقتصاد على أنها اقتصاد. يمكن إيضاح الاقتصاد بمعناه العام على أنه عملية تلبية الاحتياجات المادية الضرورية للمجتمع والتعبير المؤسساتي والقواعد اللازمة لذلك. ويمكن تعريفه بمعناه الضيق على أنه عملية تبادل الاحتياجات المادية المتمحورة حول السوق، إلى جانب الإجماع على تعريف اقتصاد السوق بأنه يتخذ قيمة المقايضة أساساً بدل قيمة الاستخدام، فإنه ينبغي استيعاب حقيقة أخرى بأفضل وجه، ألا وهي قيام الرأسمالية بإفراغ المجال الاقتصادي من محتواه من خلال إخضاعه للسيطرة وتحكم احتكارات الدولة القومية ورأس المال، تماما مثل ما تفسد الميدان الديمقراطي، حيث يعرف الاقتصاد وكأنه صلب نشاطات احتكارات رأس المال بشأن الأسواق المنضوية تحت سقف الدولة القومية. ما يجري هنا هو إنكار الاقتصاد وإقامة نظام الربح التجاري والصناعي والمالي الاحتكاري المفرط محل الاقتصاد، رغم أنه ليس اقتصادا بل إنكار للاقتصاد الاحتياجات الحقيقية. وهكذا يعرض هذا النظام بشرعنة كثيفة تحت اسم علم الاقتصاد، وكأنه نشاطات اقتصادية مقتصرة على هذه الاحتكارات منذ الأزل وإلى الأبد. إن هذه النشاطات التي نستطيع نعتها بالإرهاب الاقتصادي هي بمثابة أفظع الكوارث الاجتماعية الفريدة تاريخيا، ذلك أنها تعني هدم المجتمع اقتصاديا وتطويق السوق وتصيرها ساحة مربحة، وتعني أيضا اعتماد الاحتكارات الرأسمالية على الوسائل المالية لقطع أواصرها مع الاقتصاد بشكل كلي في الميدان الاقتصادي والتجاري، لتحويل أسلوب كسب المال إلى معيار أساسي. وأما عصر رأس المال المالي فهو ذروة دمار الاقتصاد والمجتمع. إننا أمام وحش متهور يكاد يجر نصف المجتمع نحو البطالة، ويحول إنتاج ووسائل الإبادة إلى
قطاع اقتصادي رئيسي باسم الاقتصاد المسلح، ويهدف فقط إلى الربح ولا علاقة له نهائيا بالحاجات الضرورية للمجتمع، ويدمر البيئة ويحول كل موارد الطبيعة والمجتمع إلى مصدر للربح. فرأس المال المالي وحش ذو طابع مناهض للمجتمع وللإنسان وللطبيعة، ويعمل على شل كدح النساء والشبيبة أولا بوصفهم أول ضحايا هذا النظام وأرقامهم على حياة لا اقتصادية، والقيام بالمقابل بتقديم كبار المدراء التنفيذيين كرؤساء أركان الاقتصاد، رغم أنهم لا علاقة لهم بالاقتصاد، بل يشكل كل واحد منهم شخصا مخضرما باعتباره ذئبا في حكم السلطة. وهكذا يجد هذا التناقض الذي لا يتصوره العقل معناه وكأنه نشاط اقتصادي رئيسي. وتقوم الاحتكارات السلطوية باقتلاع المجتمع من الاقتصاد الحقيقي، وتجعل الربح محفزا أو دافعا وحيدا، وتقتصر علاقتها مع المجتمع فقط على إنشاء الاحتكارات الاستقلالية وتأمين ديمومتها، وتؤدي بالتالي إلى ظاهرة السرطان الاجتماعي بدرجة تخلف سلطة الدولة ورائها. من هنا، وعلى الرغم من كون ماركس أكثر من تصدى للرأسمالية باسم العلم، إلا أنه ثمة حاجة ماسة لإعادة تفسير ودراسة منجزه رأس المال الذي دونه بقية إضفاء الطابع العلمي على هذا النظام، وكأنه يرتكز إلى أرضية مشروعة. وعلى الرغم من محاولاته لإسقاط قناع الرأسمالية في العديد من المناحي، إلا أن عرضه إياه كنظام تاريخي حتمي هو المسبب الأولي للانصهار الماركسية في بوتقة الحداثة في نهاية المطاف. ومثل ما لوحظ في تجربة الاتحاد السوفيتي والصين، فلقد قدمت الاشتراكية المشيدة أعظم خدماتها للحداثة الرأسمالية. وأما اختزال علم الاجتماع إلى مستوى الاقتصاد وتخصيص الاقتصاد بتحليلات النظام الرأسمالي الذي يعني أصلا الإنكار الدائم للاقتصاد، فيشكلان صلب الأزمة في الحقل العلمي. من هنا نستنتج أنه من المستحيل تخطي الأزمة الاجتماعية عموما وطيش الحداثة الرأسمالية خصوصا ما لم يتم تخطي الأزمة العلمية، ومن دون تجاوز أزمة الاقتصاد السياسي الذي يجر كافة العلوم الاجتماعية نحو الأزمة. وما لم يعد إنشاء العلم معنى ومؤسسة، فالاقتصاد مصطلح مرتبط بالمجتمع كما الأخلاق والسياسة. فالاقتصاد ممكن بلا رأس مال، لكن الرأس مال غير ممكن بلا اقتصاد، مثلما المجتمع ممكن بلا دولة، لكن الدولة غير ممكنة بلا مجتمع. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. دمتم سالمين.